كان لعيبه النادي الاهلي كانوا محتاجين يبقى عندهم الدافع اكبر من كده شويه، ولكن عملوا يعني وصلوا للجول، جابوا هدف، اكتر من فرصه خطيره. ولكن النادي الاهلي الطبيعي والمنطقي ان انت تنزل اي مباراه الشوط الاول وتخلصها 2-0 وتريح مخك وما تحطش حاجه في دماغك. ولكن لعيبه النادي الاهلي مش مساعدين على كده. الجهاز الفني للنادي الاهلي بتحس ان هو مرتبك والقصه معاه كيمياء ومش فاهم يعني. الراجل بدلك. حتى لعيبه النادي الاهلي النهارده بدلك برضه ضربه جزاء. انا مش قادر يعني، انا مش قادر اطلعها من دماغي يعني. انا والله العظيم من كتر الثقه اللي عندي ان دي ضربه جزاء قلت خلاص الاهلي هنشوف مين اللي هيشوط الكرة ولا قدر الله يضيع ولا يجيب يعني ما فيش في دماغي اطلاقا ان دي ما تتحسبش ضربة جزاء. ولكن الحكم كان ليه رأي تاني واحنا مش فاهمين ولا قادرين نقدر هو كان بيفكر في ايه وماسك له الماوس ومش عارف ايه ويمين وشويه. هي الكرة واضحة، هي الكرة واضحة. ده الراجل في منطقة الجزاء اقسم بالله بيتمشى، اقسم بالله بيتمشى. يعني مثلا مش هقول لك ان هو كان في يعني بيدافع مع اللعيبه او بيجري جريه مش مظبوطه فجات الكرة فيه. لا، ده الراجل بيتمشى في منطقة الجزاء والكرة راشقه في ايده، واللي بيشوف واللي ما بيفهمش هيقول ان دي ضربة جزاء. يعني حاجة غريبة جدا. ولكن يمكن يكون الاهلي مالوش نصيب السنه دي ياخد الدوري، الله اعلم. او ان انت تبدا الست ماتشات بتعادل في اول مباراه. يعني المهمه صعبت شويه والموضوع يعني النادي الاهلي